السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة كويكسوتيك. معكم شادو، والنهارده هنلعب سولو ليفلينج. وزي ما انتم شايفين كده انا معايا الاوتفيت بتاع اخر جوب مطلوبة لسون جون وو. والحقيقة الموضوع كان صعب جدا وما كانش سهل وكان رخم عليا كفري تو بلاي. فالموضوع ده يعني الحمد لله ان هو فعلا قدرت يعني احقق ال 70% باتل توتال باور. ده كان موضوع صعب جدا. طبعا انت بتقلب من ذا مون راش اوف شادو تو ذا مون راش اوف شادو ريبيل ليدر. خلاص بتاخد اوتفيت وبتاخد سكلاية وسكيل رون. بتاخد اتنين، سكلاية وسكيل رون. خلاص. هتكلم على الموضوع ده بقى بالتفصيل، ازاي عملت كده وايه الاسلحه وايه الارتفاكت اللي انا حطيتها، وازاي قدرت اعلي الباتل بار بتاعي بالطريقه دي بعد الانترو ان شاء الله. فمن غير ما اطول عليكم نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. Let's go, motherfucker. طيب يا جماعه، قبل ما اخش في الفيديو بتاع النهارده حبيت اعرفكم ان في كود جديد نزل بيدي 500 اسنس ستونز. طبعا هسيب لكم تحت الكود في الديسكربشن. انا كنت بجربه لان كان بيقول شغال عند ناس ومش شغال عند ناس، فجربته فعلا طلع شغال، اداني 500 اسنس. فهسيب لكم طبعا الكود تحت في الديسكربشن، وكلنا عارفين بندخل الكود ازاي. عادي خالص. بنفتح هنا اللعبة settings و account redeem code، بيفتح لنا الصفحة دي، ندخل الكود ونخش في الفيديو على طول. ورجعت لكم بعد الانترو. طيب زي ما انتم شايفين كده الاوتفيت بصراحه يا جماعه جامد جدا جدا جدا. والرون سكيل، انا بصراحه كان معايا السكيل من فتره اللي انا عملت لها كرافت، بس الرون بتاعت الفاير دي جامده جدا، قويه بطريقه غريبه. وكمان كان معايا الرون بتاعت اللايت بريك معايا. فما كنتش محتاج السكيلايه قوي، بس كنت محتاج فعلا الرونز، لانها بتعمل دامج رهيبه يا جماعه الرونز دي على البريك اوبوننتس. زي ما انتم شايفين انا بحاول اصلا اعدي حاجه فاير، فزي ما انتم شايفين حاطط فاير. فكويس ان هو جالي الفاير بريك. خلاص. زي ما انتم شايفين كده انا حاطط اقوى اسلحه عندي في الانفنتوري. حاطط الشادو سايكلنس والهانتسمان. طبعا الهانتسمان لسه ليفل 73، بس انا حاطط له هو معاه اوريدي نجمه، والسايكلس معايا 3 نجوم. خلاص. الارتفاكت بقى، ودي اهم حاجه عشان تعلي الباتل باور بتاعك. زي ما انتم شايفين كده الارتفاكت بتاعتي يعني معظمها جولد. زي ما انتم شايفين معايا الفيست بس هو الليفل 55، بقيه الحاجه الليفل 35 بس معمول لها ابجريد 15 بوينت زي ما انتم شايفين كده. فالباور بتاعي عالي شويه بيها. والبوت زي ما انتم شايفين كريتيكال هيت دامج، فدي حاجه بتديني يعني. في هنا برضو اديشنال اتاك، وهنا كريتيكال هيت ريت، ام بي كونسومشن، وهنا اتاك. فزي ما انتم شايفين مركز على الاتاك قوي. وهنا زي ما انتم شايفين كده حاطط اتنين ست، الست بتاعت الاكسبرت والست بتاعت تشامبيون اوف ذا فيلد، عشان الاتنين بيستاكوا حلو قوي مع بعض. دي بتقول لك increase attack by 5% for 4 seconds when landing a critical hit، بتديك كول داون 1 second. والاكسبرت بتديك when landing a critical hit the user has a 25% chance to increase attack by 0.8 stacking up to 100 times cool down 1 second. خلاص. فهي دي الارتفاكت اللي انا حاططها. طبعا الليفل بتاع الارتفاكت يعني زي ما انتم شايفين حاجه جولد، بس الليفل بتاع الارتفاكت بيفرق. يعني هنا ليفل 55 وهنا ليفل 35. تقول لي يا طب ايه الفرق ما الاتنين جولد؟ هقول لك ان الفرق بيبقى في الستاتس. زي ما انت شايف كده الليفل 35 هيلمت بتاعتي اتاك ستات، اتاك سوري اتاك مين ستات، وهنا شويه حاجات بقى اديشنال اتش بي واديشنال ديفنس وحاجات كده. بص يعني بص هنا 1 2 3 4 5، هنا برضو هتلاقي 5. الفرق في ايه بقى؟ الفرق في ليفل الارتفاكت نفسه والايكوب سكور. زي ما انت شايف الايكوب سكور كده، زي ما انت شايف، حتى مع ان دي معمول لها ابجريد 15، دي معمول لها ابجريد 10، بس دي هتديني سكور اعلى. يعني دي هتديني سكور اعلى من دي. فهمتني؟ يعني انا لو عملت لها ايكوب الباتل باور بتاعها هيعلى اكتر من 72. مش عارف انت بتديني ظهرك ليه حضرتك. ماشي. الباتل باور بتاعي هيعلى اكتر من 72. فهمتوني؟ فنصيحة مني ليكم ما تستثمروش جولد بالذات في اي حاجة اقل من ليفل 35 وتكون جولد. يعني طبعا في الاول مش هتعرف تجيب ال 35 جولد، ماشي، بس طول ما انت بتلعب
طول ما انت بتعرف تلعب وعارف تتحرك في الستوري وعارف تتحرك في البتاع، ما تعملش ابجريد لاي حاجه اقل من الجولد ليفل 35. هي الجولد اصلا بتبدا من ليفل 35 تقريبا، صح؟ الجولد بتبدا من ليفل، لا في ليفل 30. اي حاجه جولد اقل من 35 ما تعملهاش ابجريد. زي ما انتم شايفين انا معايا حاجات 30 اهي، هنا 30 زي ما انت شايف كده، وشويه فيستات 30 برضو، مش هتلاقيني اعمل لها ابجريد. زي ما انت شايف 30 زيرو ابجريد. ببدا بقى من 35 زي ما انت شايف. حتى معايا حاجات 55 لسه ما عملتلهاش ابجريد، لان انا الجولد شاح اليومين دول، مع ان والله لسه طالع حالا، يعني حرفيا لسه طالع الليفل 65 اداني 220 الف جولد، والباقي منهم 110 غير الجولد اللي كان معايا طبعا، فاهمني؟ فالموضوع رخم شويه يا جماعه. خلاص. طب يا شادو انت يعني هي دي الارتفاكت اللي حاططها، هي دي يعني انا لو حطيت زيك كده الباتل باور بتاعها هيعلى، هقول لك لا مش قد كده، لان انا حاطط زي ما انت شايف كده في يعني كذا حاجه بتديك حاجات مختلفه. يعني في هيلمتس بتديك اتش بي، زي ما انت شايف، في هيلمتس بتديك اتاك، في هيلمتس بتديك اديشنال اتش بي، هيلمتس بتديك اديشنال اتاك. هنا تلاقي في هيلمت بتديك ديفنس، هيلمت بتديك اديشنال ديفنس، فين؟ هتلاقيها هنا. المهم في هيلمت بتديك اديشنال ديفنس. ف نصيحه مني ليكوا، اي حاجه ما فيهاش مين ستات بالبرسنتج ما تستخدمهاش. يعني اتاك برسنتج، اتش بي برسنتج، انما حاجه اسمها اديشنال اتش بي لا شكرا، حاجه اسمها اديشنال ديفنس لا شكرا، حاجه اسمها ديفنس لا شكرا، لان الديفنس ستات بصراحه يوسلس في اللعبه هنا. ان هي فعلا حرفيا معظم المونسترز اللي انت بتفايتهم سوري، معظم المونسترز اللي انت بتفايتهم اصلا بيعملوا اجنور ديفنس. خلاص. فالديفنس بتاعك مش هيفرق قوي، اللي هيفرق الاتش بي، الاتاك. انما اي حاجه فيها اديشنال او ديفنس، طبعا السب ستاتس مهمه، بس انا بقول لك يعني ركز على المين ستات الاول، اتاكد انها تمام. يعني انا بص الحاجات اللي اعمل لها ابجريد: اتاك ستات، اتاك مين ستات، وهنا اتش بي مين ستات، بعد كده في ديفنس مين ستات، ماشي مش مشكله. اديشنال اتاك، 2 اديشنال اتاك، واتاك برسنتج، وكريتيكال هيت ريت، في حاجات مهمه. هنا نفس الوضع، اديشنال اتاك، اتاك قصدي برسنتج، واديشنال اتش بي، اديشنال ديفنس، واتش بي، اتش بي برسنتج، واديشنال اتاك، حاجات مهمه. خلاص. انا مش عايز اعمل ايكويب لان انا هياخد مني جولد، لان الحاجه معمول لها ابجريد زي ما انت هتشوف كده. يعني انا طورت كده عملت ايكويب هياخد مني 5000 جولد، وانا بصراحه اصلا الجولد معيش اصلا جولد. كنت عايز اوريكم، بس زي ما انتم شايفين كده هي دي الارتفاكت سيت. وعايز اقول لكم حاجه مهمه قوي: الجلوف، الجلوف ما فيهوش غير اديشنال اتاك. يعني اي جلوف هتجيبه هيبقى معاك مش هتلاقيه حاجه مين ستات غير اديشنال اتاك. الارمور مش هتلاقيها اي حاجه غير اديشنال ديفنس، للاسف هي رخامه، مفيش هتلاقي اي حاجه غير اديشنال ديفنس. فانت في الحاجات دي ركز بقى على السب ستاتس. يعني انا بص هنا السب ستاتس اللي عامل لها ابجريد فيها كريتيكال هيت ريت، فيها ام بي كونسامشن، فيها دامج ريدكشن، فيها ديفنس بنتريشن. هنا نفس الوضع. هنا المشكله في الهيلينج جيفنج دي، مش عارف هم حاطينها ليه مش يعني حاطينها في كل حاجه، ما اعرفش ليه. بس زي ما انتم شايفين كريتيكال هيت ريت، دامج ريدكشن، وهنا نفس الوضع اتش بي برضه هيلينج جيفن. انا مش عارف الهيلينج جيفن دي طالعه لي في البخت، ديفنس بنتريشن وكريتيكال هيت ريت. خلاص. هنا نفس الوضع. هتلاقي التوب بيس في هتلاقي النكلس هتلاقي اديشنال اتش بي، وهتلاقي البريسلت هتلاقيها دارك او ويند او لايت او فاير دامج. زي ما انت شايف كده في المين ستات هتلاقي دارك، فاير، ويند، لايت، زي ما انتم شايفين كده. فحاجات كلها بتفرق، انما هتلاقي حاجات يعني ستات بتديك حاجه دامج: دارك دامج، ويند دامج، فاير دامج. تمام. ال الرينج بقى هيديك اتاك. يعني الرينج ما تنشن على الحاجه اللي فيها اتاك ستاتس. الرينج فيها حاجات كتيره، فيها اديشنال ديفنس، فيها اديشنال اتاك، فيها هنا اتش بي ديفنس، اديشنال ديفنس. خلاص. فالحاجات دي ما تركزش عليها، ركز على الحاجات اللي تديك رو ستات: اتاك برسنتج، اتش بي برسنتج، ديفنس برسنتج. زي ما انت شايف كده. يعني اي حاجه فيها اديشنال اتاك، اديشنال ديفنس، ابعد عن الحاجات دي، سيبك منها. الا بقى في الشامبيونز اللي بتسكيل اوف ديفنس. يعني انت عارف سون جون وو السكيلز بتاعته بتسكيل اوف اتاك معروفه. في هانترز بتسكيل اوف ديفنس برضو عارفينها، ثانيه عشان هتقعد تحمل. في هانترز زي ما قلت لكم بتسكيل اوف ديفنس، زي مين؟ اما مثلا بتسكيل اوف اتش بي. فانت تحط لها ال ال الرينج هنا، تحط لها الرينج هنا اتش بي برسنتج. فين؟ تلاقي هنا اتش بي برسنتج
اهي تحط لها رينج اتش بي برسنتج. انا طبعا حاطط لها يعني اديشنال اتش بي لان انا معيش من ده اتش بي برسنتج، يعني الرينج ده اللي هو بتاع الاكسبرت معيش منه اتش بي برسنتج. زي ما انت شايف كده معايا ديفense برسنتج وديفense برسنتج، فالموضوع هيبقى رخم شويه. فلما الاقي لها اسمه ايه برسنتج، اتش بي برسنتج احطها لها خلاص. انما هنا زي ما انتم شايفين كده انا مركز هنا اتش بي، حاطط لها اتش بي زياده. هنا برضو هتلاقي في الستاتس هنا هتلاقي اتاك واتش بي، اديشنال اتاك، وهتلاقي هنا اتش بي وديفنس برسنتج. يعني مركز اكتر ان انا الاقي اديشنال اتش بي برسنتج، لان السكيلز بتاعتها زي ما قلت لكم سكيل اوف ماكس اتش بي. خلاص خلاص. طيب في بقى تشامبيونات تانية، في قصدي هانترز سوري تانيين بيسكيلوا اوف ديفنس. زي مين يا شادو؟ حاضر. زي بيكيون هو البريكر اللايت، ذا يوزر سكيل اوف ديفنس. فحطيت له هنا زي ما انتم شايفين كده، غير ان حطيت له لايت دامج حطيت له ديفنس برسنتج. حطيت له هنا غير هنا الديفنس برسنتج، هنا ديفنس برسنتج، هنا 私は اديشنال 白子ギル ديفنس، ドのマスタ هنا ー هنا 白 مفيش 川 غير 大 اديشنال 河と اتاك 申し بس ま زي ما す انتم شايفين حاطط فيها اتش بي برسنتج. هنا ما لقيتش غيره اصلا البوت ده، بس زي ما انتم شايفين فيها ديفنس برسنتج. فاي تشامبيون انا بستخدمه بيسكيل اوف حاجه معينه بحاول على قد ما اقدر اقرب ال الحاجه بتاعته من السكيل. يعني زي ما قلت لكم بيسكيل اوف ديفنس، بحاول احط له جيرز ديفنس مع الحاجات التانية. يعني مش بركز ديفنس بس، لا زي ما انت شايف كده هنا في ديفنس وفي اتاك وفي كريتيكال هيت وفي ديفنس بنتريشن. فدي جير كويسه من ديفنس، فعملت لها ابجريد عشان احطها على شخصيه من ديفنس بس تكون بتعمل دامج. فهمتني؟ اديشنال ديفنس، هنا اديشنال اتاك. هنا مش هتلاقي غير اديشنال اتاك واتاك اصلا، او لا مش هتلاقي هنا غير اديشنال اتاك سوري. خلاص اديشنال 私は اتاك 白子ギ بس ル في ドのマ كريت スタ هيت ー ريت وفي 白 اتش 川 بي وفي 大河 دامج と申し ريدكشن ます وفي اديشنال اتش بي. ليه ما اخدهاش؟ فاهمني؟ ديفنس، اي نعم هي هيلينج جيفن فوق بس هنا ديفنس. ممكن طبعا اغيرها في يعني في القريب العاجل، بس انا معيش زي ما انتم شايفين كده. انا بفضي الانفنتوري بتاعتي اول باول لان انا بحتاج فلوس فببيع الحاجه دي. بس ممكن احط بقى حاجه من اللي هي الفهم، مش عايز انزل في الليفل يعني فاهم. لو لقيت حاجه 35 برضو او 50 تكون ايبك مفيش مشكله. بس زي ما انتم شايفين كده مش لاقي حاجه لسه مظبوطه عليه. خلاص طيب. دي كانت اول حاجه انا عملتها عشان اوصل حتى لل الباتل 準備 التوتال باور بتاعي يبقى 完了 72. انت طبعا اول ما بتخلص المشينايه بتاعه المونرش شادو ريبل 面 بتاخد 白そうだ 2000 اكسترا بوينت هنا. يعني انا كان 70000 بالظبط، 70700 بالظبط، فبتاخد 2000 اكسترا بوينت فبقى 72700. وبتاخد 30 بوينت هنا، يعني 30 بوينتايه هنا. خلاص انا حطيتهم كلهم كريت هيت ريت وكريت هيت دامج، فكريت هيت ريت عندي عالي شويه الحمد لله يعني. خلاص فزي ما قلت لكم هي دي الارتفاكت اللي انا حاططها. طبعا حاططها كلها تفنس، وحاطط بعد كده بقى اي حاجه بتسكيل اوف كريتيكال هيت وكريتيكال هيت دامج. 準備 خلاص 完了 ممكن انا كنت حاطط في الاول ايه، كنت حاطط في الاول الجير بتاعت هنا زي ما انتم شايفين كده الوان هيت كيل، كنت حاطط دي، وكنت حاطط الفيست ده اللي انا حاططهم دلوقتي لشاهين. خلاص كنت حاطط الاثنين دول. ف زي ما انتم شايفين كان فيها حاجات حلوه، كريتيكال هيت ريت، دامج ريدكشن، واديشنال ام بي. بس لقيت ان انا لما احط 4 6 هعمل دامج اعلى، بالذات في التفنس انها بتدي زي ما انتم شايفين يوزر كريت هيت دامج انكريز باي 32%، بتديني 32% زياده كريت هيت دامج. وانا اصلا الشخصيه بتاعتي بتكريت كتير، انا حاطط لها زي ما انتم شايفين اكسبرت جير و شامبيون اوف ذا فيلد، فبتكريت كتير فهعمل اكسترا دامج. خلاص بس ده كان فيديو سريع كده بسيط عشان اعرفكم ان انا يعني الحمد لله كفري تو بلاي قدرت اوصل للموضوع. الموضوع ما كانش صعب، وعرفتكم ازاي برضو تظبطوا الاكويبمنت بتاعتكم وما تصرفوش على ايه وتصرفوا على ايه. منها يبقى ايه جايد للجيرز، ومنها يبقى ابديت للشخصيه عندي. خلاص ان شاء الله هنزل فيديو تاني النهارده عشان خلاص عندي امتحاناتي بكره، فاعتقد انزل فيديو هنا النهارده. طيب يا جماعه من غير ما اطول عليكم الفيديو، يا ريت لو عجبك الكونتنت بتاعي وبتحب تتفرج على حاجات لسولو ليفلنج والسيفل ديدلي سينز، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه. و احنا خلاص داخلين على 500 سبسكرايبر، فاضل 5 سبسكرايبرز في الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو. فيا ريت ان شاء الله نوصل 500 سبسكرايبر، لان زي ما وعدتكم اول ما نوصل 500 سبسكرايبر ان شاء الله هعمل لايف ستريم على اليوتيوب. بس ان شاء الله هيبقى بعد الامتحانات بتاعتي او في يوم اجازه جمعه او سبت او حاجه عشان ابقى متفرغ يعني.
فشكرا جدا على الدعم اللي انتوا تدعموه لي، واللايكات والفيديوهات الكتيرة اللي على فيديوهاتي، والكومنتات كمان بحب اقراها جدا. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.